السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه مع بعضينا. الوصفه طبعا كلنا عارفينها، واللي انا هستخدمه ده في الوصفه عارفينه طبعا كلنا. بس ده ليه كذا طريقه هنعمله بيها، او كذا طريقه بنعمله بيها. فاول حاجه كده بجيب معايا حله على النار، احط فيها معلقه زبده كده او سمنه، وبعدين هنزل على طول باللحمه بتاعتي اشوحها كده زي ما انتوا شايفين، اديها صدمه من كل الجناب ومن كل النواحي. ونرش عليها حبة فلفل اسود، بهارات لحمة لو انت حابة البهارات، بس انا استخدمت هنا حبة فلفل اسود فقط لا غير، عشان ما بحبش البهارات كتيرة في الشوربة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده، ربع معلقة فلفل اسود، واقلب اللحمة كده ده تشويحتين من كل الجوانب. زي ما انتوا شايفين، وبعدين انزل عليها بمية بتغلي من الكتل على طول كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبها بقى لحد ايه، ما تستوي مع نفسها 3/4 سوا كده. اشتغل بقى الريمة كده، وانزل بقى طماطمية وبصلاية كده عليها، واغطي برضو كمان. معايا هنا في الفيديو احلى سكر، ليل وفيروز. طبعا ليل ده ابن سلفتي، وابن اخو جوزي، وابن اخويا، وحبيبي، وابن كمان، يعني متربي معايا وانا اللي مربيه زي ولادي بالظبط كده. وعلى طول قاعد عندي. طبعا فيروز بتشوف ليل كأنها شافت الحب اللي ضاع او العمر اللي جاي. بتعمل فرح كده لما بتشوف ليل، بتحبه قوي. وليل بيحب برضه فيروز، لازم كل يوم يطلع يصبح عليها. وهما بقى لو انا بعمل بقى الفول بتاعي، فقالوا نعمل معاك، مش هنسيبك طبعا تعمل لوحدك. طبعا بيوقعوا في الارض اللي بيعملوه، وليل بيفصص معايا الفول زي ما انتوا شايفينه كده. لما الاقي واحده كده بفصصها، و... ولما يكون واحده كده رفيعه بقطمها. دي الطريقه اللي احنا بنعمل بيها، وتعودنا ان احنا نعمل بيها في الصعيد. يعني احنا في الصعيد كده بنعمله كده، وبنعمله تسبيكه. لكن في دمياط هنا بعرف ان هم بيتعاملوا رز وفول، يعني رز وفول. آه، هبقى اعمله مره مع بعض كده، احنا مع بعض يعني، وهشوف ان الطريقه بتاعتهم بيتعمل ازاي. اخلي سلفتي كده تعمله، ونشوف الطريقه بتاعتها. هنا عشان نعمل التسبيكه بتاعت الفول، معايا هنا بصلتين كده حلوين، وابشرهم كده او اقطعهم مكعبات صغيره كده زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص. وبعدين هنزل بقى معلقتين سمنه او زبده اللي بتاعها عندك، بس بلاش زيت. يعني انا ما بستحبش الزيت في الطبيخ خالص، لان ما بيديش طعم خالص. فهو انا بستخدم لا سمنه، او لو متاح زبده بحط برضو زبده. واسيبها كده الطماطم، ونزلت عليها بقى اول ما اتحمرت بدرق طماطم، وهسيبه بقى لما يسبك. وبعدين بحط ملح وفلفل فقط وبس، وربع معلقه سكر، عشان تعادل الحموضه بتاعت ايه الطماطم كده. خلاص. واللحمه خلاص كانت قربت تستوي معايا، انا عايزاها 3/4 سوا بس. فانا كده اول ما استوت 3/4 سوا، اني حطيتها على طول في التسبيكه عشان تاخد شويه من الطماطم، عشان اسويها ايه بقيها مع الفول. وازودها كده بحبة شوربة عشان تطعم الطماطم، وحبة مية كده. وبعدين هنزل بالفول زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. لونه حلو جدا واخضر كده كده زي ما انتوا شايفين. هسيبهم بقى لما يستووا. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة لو اول مرة تتابعوني، و... وتقولوا لي رأيكم. طبعا عملته جنبها رز حباية وحباية، او رز بشعرية اللي انت حباه، بس اهم حاجة يبقى جنبها ايه، رز. اي طبيخ احمر في تسبيكة، يعني بصراحة كده بنعمل جنب رز. وده كان طبقي النهاردة وهدايا. بتمنى طبعا تعملوا لايك واشتراك للقناة لو تابعتوني لحد هنا. وان شاء الله الايام الجاية فيديوهات حلوة جدا، استنوا. سلام عليكم.